إحنا الجيل اللي ما بيعرفش يقعد ساكت. إحنا الجيل اللي اتربى إن الوقت كالسيف، وإن اللي ما بيجريش بيتداس، وإن النجاح هو إنك تكون مشغول 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. بس سألت نفسك قبل كده أنت بتجري ورا إيه؟ لأ، والأهم أنت بتجري هربان من إيه؟ العالم حوالينا يا صديقي بيصرخ في ودنا طول الوقت، عايزين أكتر، فلوس أكتر وفورمة أحسن، علاقات أعمق، كورسات أكتر وسفر أكتر، كأننا قطع غيار في مكنة ما بتشبعش. والمشكلة مش في الطموح، المشكلة في إننا ربطنا قيمتنا كبشر بالإنتاجية. لو يومك عدى من غير أي إنجاز بتحس إنك مديون للعالم باعتذار، بتحس إنك قليل. بس الحقيقة المرة إن السعي اللي ملوش محطة وصول هو في الحقيقة هروب شيك من مواجهة فراغنا الداخلي. طب ليه بنخاف من الأجازة؟ ليه لما بنقعد يوم من غير تليفون بنحس بقلق؟ ده لأننا لو وقفنا جري هنضطر نسمع الأسئلة اللي بنأجلها. هو أنا سعيد فعلا باللي وصلت له؟ طب الناس اللي بجري عشان أرضيهم مهتمين أصلا؟ إحنا بنملى جدولنا بالمواعيد عشان نهرب من وحدة الروح. بنجري في المكان زي اللي راكب عجلة رياضية في أوضة مقفولة، بنبذل مجهود جبار وبنعرق وبنتعب، بس في الآخر إحنا لسه في نفس النقطة. الرسالة اللي عايزك تحضنها النهاردة هي إن أنت كفاية. قيمتك مش في السي في بتاعك، ولا في عدد الناس اللي بتعمل لايك، ولا في الماركة اللي أنت لابسها. قيمتك موجودة في كونك إنسان، في قدرتك إنك تحس، إنك تتنفس، إنك تندهش من منظر الغروب، أو تستمتع بكوباية شاي في صمت. الاستغناء عن السعي المداري ورا الصورة المثالية هو أول خطوة للحرية، لأن الشجاعة مش إنك تكسب السباق، الشجاعة إنك تخرج منه وتتفرج عليه من بره وإنت مبتسم. جربت قبل كده تعمل لا شيء؟ تقعد بس، من غير تليفون، من غير كتاب، من غير تفكير في بكرة. العالم مش هيقف لو خدت ساعة لنفسك على فكرة. الشغل مش هينهار لو قفلت موبايلك يوم الجمعة. واللي بيحبك بجد مش هيسيبك لو شافك وانت مطفي وتعبان. تعلم تحب نفسك وانت في أضعف حالاتك، مش بس وانت واقف فوق المنصة بتستلم جايزة، لأن الشخص اللي فوق المنصة ده عرض، لكن اللي قاعد في الضلمة هو الأصل. في النهاية يا صديقي، الحياة مش سباق 100 متر، الحياة نزهة طويلة. مفيش حد مستنينا عند خط النهاية بجايزة، لأن النهاية واحدة لينا كلنا. بس الجايزة الحقيقية هي إنك تستمتع بالطريق وتعرف تفرمل قبل ما قلبك يتحرق من كتر الجري. ارحم نفسك شوية، وصدقني الدنيا هتمشي عادي من غير ما تنهج. أشوفكم الحلقة الجاية وانتوا أهدى وأروق. سلام.